سعر المتر في المطابخ الالمونتال العموله النهارده 4650 جنيه، شامل كل حاجه على اتقل وعلى اعلى مواصفات في مصر، وهنتكلم عنها بالتفصيل الممل دلوقتي، وهنتكلم عن طريقه القياس كمان. ولكن قبل ما نتكلم عن كل التفاصيل دي، في حاجه مهمه جدا جدا. كتير من العملاء بيسالوا سؤال، بيقولوا طب هو انت ليه ما بتصورش عند العملاء المطابخ بعد ما بتتشطب؟ احنا بنصور بالفعل، ولكن اللي بيصوروا الفنيين بتوعنا لما بيركبوا الشغل عند العميل، لان احنا ما شاء الله لا قوه الا بالله اماكن التصنيع بتاعتنا عندنا اكتر من 3 اماكن حاليا دلوقتي، وبيكون عندنا يوميا ما شاء الله لا قوه الا بالله من 3 ل 4 تركيبات مطابخ، كل واحد منهم طبعا على حسب مكان العميل. فهيكون من المستحيل عليا ان انا اروح عند كل عميل واصور المطبخ بتاعه بعد ما يخلص طبعا من تركيبه. الكلام ده انا لو عملت الكلام ده هعيش طول عمري بلف على المطابخ من عميل لعميل، فالموضوع ده بالنسبه لنا شبه مستحيل، لان ما شاء الله احنا حجم شغلنا كبير جدا. وكمان كتير من العملاء هيزعلوا ان احنا ما صورناش المطابخ بتاعتهم. طيب بالنسبه للتصميمات، انت بتنقي التصميم اللي يعجبك ايا كان الشكل وايا كان الديزاين، انت اللي بتحدده. واحنا ما شاء الله الفنيين بتوعنا بعد ما بياخدوا المقاسات من عندك بيرسموا لك المطبخ، بيبعتوا لك تصميم 3 دي، بتشوف مطبخك متشطب قبل حتى الاتفاق، فانت متحكم بشكل كامل في التصميم والديزاين اللي انت محتاجه. بنسلمك المطبخ بتاعك على اتقل وعلى اعلى مواصفات في مصر حرفيا بالمعنى الحرفي للكلمه. احنا عندنا سعر المتر النهارده 4650 جنيه. الناس اللي شغاله نفس الماتيريال ده اللي احنا بنتكلم عنه فعلي، ده اذا كان في حد اصلا بيشتغل بنفس الماتيريال ده. كل الناس بتقول نفس المواصفات، ولكن الا من رحم ربي طبعا، نادرا لما تلاقي حد شغال فعلا بالمواصفات بتاعتنا على ارض الواقع. الناس اللي شغاله بالخامات دي النهارده اقل سعر المتر النهارده بيحسبوه لك ب 6500 جنيه، فاحنا فارقين عنهم كتير جدا جدا ما شاء الله في سعر المتر، مع الحفاظ على الخامات اللي بنتكلم فيها. طيب وكمان في حاجه مهمه جدا جدا لازم تعرفها بالنسبه لموضوع الخامات. احنا طبعا بنشتغل بالالومنيا المحمله اللي هي دي، طبعا الفرق واضح جدا. احنا دايما بنقول الكلام ده عشان العميل يبقى عارف احنا بنتكلم عن ايه. هنا اللحميه بتاعت العود بتكون 2 مللي، وزن العود بيكون 2 كيلو 300 جرام. هنا الالومنيا بقى الخفيفه في منها بتكون 9 من 10 اللي هي اقل من 1 مللي، دي اسمها خفيفه بالنسبه لنا. في منها كيلو 100 جرام برضو بالنسبه لنا اسمها خفيفه. في منها كيلو 400 جرام وزن برضو خفيفه. في كيلو 600 جرام وفي كيلو 800 جرام منها. في منها اكتر من وزنه. اعلى وزنه موجوده في السوق اللي احنا بنشتغل بيها دي ال 2 كيلو و300 جرام اللي احنا بنطلعها في الشغل بتاعنا. ففي ناس تانية بيطلع يقول لك نفس الكلمتين دول، ولكن طبعا بيجي عند حته الخامه وبيعمل ايه؟ بيشتغل لك الخامه الاقل، مثلا 1.6 1.8 من 10، بيوفر كتير جدا في الوزن بتاعت المطبخ. الكلام ده انت اللي بتحاسب عليه بعدين في استخدامك للمطبخ بتاعك. طيب احنا عشان خاطر بنقول الكلام ده وفعلا بنحطه في الشغل، احنا بنطلع ضمان 10 سنين ما شاء الله لا قوه الا بالله، واحنا مطمنين جدا ان المطبخ بتاعنا هيعدي كمان ال 10 سنين عند العميل، مش هيحصل فيه اي مشاكل. طبعا ما يخص بقى المستوردين والصنايعيه اللي بتدور على الرخيص، مش هنقول طبعا غير حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، لان دولت اللي بيبرجلوا الدنيا في السوق، بيخلوا العميل محتار ومش عارف ينفذ مطبخه عند مين، مش عارف مين صادق ومين كذاب. انا هدي لك مثال على حاجه. احنا من ساعه ما طلعنا اتكلمنا عن المفصلات الباكم السوفت كلوز اللي هي لما تيجي تقفل الضرفه ما تروحش مرزوعه معاك، طبعا دي بقت حاجه مكشوفه عند العميل بقى يعرفها. تمام، بص كده المفصلتين دول، المفصلتين دول انت تشوفهم كده مفيش اي فرق بينهم في الوش وفي الظهر، هتلاقي نفس كل حاجه، هي نفس اللون. بص كده نفس الاداء. انت عندك بص دي برضك بتقفل واحده واحده تديك نفس الاداء اهي. وخد بالك اللي في يمين دي اليمين، خد بالك دي حاجه ودي حاجه. عندك هنا المفصله الثانيه بتقفل بنفس الطريقه. تمام، من ساعه ما اتكلمنا وفهمنا العميل ان انت ما ينفعش تاخد المطبخ بتاعك الضرفه تيجي تقفلها تروح مرزوعه معاك، وبدأنا ناكد على موضوع المفصله الباكم السوفت كلوز. الصنايعيه بدات تطلب من التجار ان هو يجيب له المفصله السوفت كلوز دي بسعر العاديه. فبقى اللي يتم ايه، احنا معانا دي الاصليه ومعانا دي المضروبه، هما الاثنين نفس الشكل ونفس الحجم وبتدي لك نفس الاداء. عندنا المفصله دي النهارده سعرها في الجمله 23 جنيه، وعندنا دي النهارده سعرها في الجمله 13 جنيه، فرقه 10 جنيه في المفصله الواحده، مع ان الاثنين
في البدايه بيدوا لك نفس الاداء، طبعا دي الاصليه ودي المضروبه، هما الاثنين نفس الشكل، دي احنا مالناش علاقه بيها، احنا بنتكلم عن المفصله الاصليه اللي احنا بنتكلم عنها. طب ايه الفرق بين دي وبين دي؟ المضروبه والاصليه النهارده هتيجي تقفل الضرفه هتديك نفس الاداء اللي انت شايفه ده، الاصليه والمضروبه. طب دي ب 23 جنيه والثانيه ب 13 جنيه، انت تحس بيها امتى؟ بعد استخدامك للمطبخ بثلاث اربع شهور، تلاقي المفصله المضروبه اللي انت استلمتها وقت التعاقد او وقت الاستلام بتاعك سوفت كلوز بتقفل واحده واحده، هتستلمها وهتقعد معاك شهر اتنين تلاته بتدي نفس الاداء. طيب بعد الثلاث شهور هتلاقي المفصله اللي كانت سوفت كلوز بقت مفصله عاديه، تيجي تقفل الضرفه تروح مرزوعه معاك. فيطلع حد كده ناصح شويه يقول لك طب ما انت ممكن كمان تركب لي المضروبه، مش من مصلحتي اركب لك المضروبه لسبب واحد، انا بدي لك ضمان 10 سنين مع الشغل بتاعي، فانا مش عايز بالبلدي كده، مش عايز وجع دماغ من ورا الشغل، انا بضمن لك شغل 10 سنين. لو المفصله اللي خارجه لك من عندي عملت الكلام ده، بعد سنه بعد اتنين بعد ثلاثه بعد 10 سنين اغير لك على حسابي. فاحنا ما بنعملش الكلام ده، لا احنا بنجيب المفصله الاصليه بنحطها في شغلانه العميل علشان خاطر تفضل بنفس الاداء بتاعها من اول يوم العميل بيستلم فيه المطبخ بتاعه لحد اخر يوم في الضمان بتاعنا. وكمان اللي يعيش المفصله اللي تعيش معاك 10 سنين هتعيش معاك مدى الحياه. ففي بعض الناس بيدي لك خامات مضروبه وبيدي لك نفس الاداء شكليا، ولكن طبعا المضمون بيكون اقل بكتير جدا. فالناس اللي بتشتغل نفس مواصفاتنا بالظبط النهارده شغال ب 6500 جنيه، لو العميل اتشنق ما بينزلش عن 6500 جنيه. الناس اللي تطلع تقول لك نفس الكلمتين بتوعنا دولت على نفس المواصفات دي معظمهم الا من رحم الله بيشتغلوا بخامات مضروبه. طيب احنا عندنا الفايبر الداخلي بيكون فايبر سعودي او فايبر اردني، وده افضل فايبر موجود في مصر. انا والله كنت اتمنى يكون الفايبر المصري افضل فايبر في العالم كله، كنت انا هطلع اطبل واغني وازمر ليل نهار واقول لك المصري افضل من السعودي والاردني، بس لحد ما ده يحصل احنا مش هنطلع نضلل الناس. انا والله الفايبر المصري لحد النهارده بالنسبه لي لا، الفايبر السعودي والاردني انضف وافضل مليون مره في الاستخدام وفي كل حاجه، عملي اكتر. تمام، هنفضل نقول الكلام ده لحد ما نلاقي الفايبر المصري بقى افضل، ساعتها هنطلع نحطه فوق دماغنا ونقول المنتج المصري في الفايبر افضل. لا احنا ما شاء الله في الصناعه عندنا في مصر في حاجات كتير جدا متفوقين فيها، ولكن عندي حته الفايبر دي لحد النهارده احنا كشركه فنون الاساس مش مقتنعين بالفايبر المصري، مشاكله كتيره ما بنشتغلش بيه، والصيني اوسخ وادل سبيل. فاحنا بنشتغل النهارده بالفايبر السعودي او الاردني، مفصلات السوفت كلوز الاصليه الثقيله، ما بنتكلمش عن المضروبه. الوش الخارجي للمطبخ بيكون كلادنج بيور من افضل الشركات موجوده في مصر، لان عندك الكلادنج ده كمان اكتر من فرز، عامل زي السيراميك كده، بتلاقي فرز اول وفرز ثاني وفرز ثالث. حتى في الشركات النظيفه تلاقي نفس الشركه هي بنفس الاسم بتاعها، بيديلك 3 انواع، كل نوع بسعر، وكل نوع منهم ليه فرز وليه مستوى، وعلى حسب بقى اللي التاجر اللي بياخد منه، وعلى حسب الصنايعي اللي يروح يشتري. الكلام ده يفهمه الصناعيه، ولكن كتير من العملاء مش فاهم حاجه عن الكلام ده، واحنا والله تعبنا من كتر الكلام في الشرح ان احنا بنفهم العميل ده ايه وده ايه. طب يا عم انت عايز تضرب المفصله، يعني عايز تعمل نفس الشغل، هات نفس المفصله، ما تروحش تجيب مفصله مضروبه ملهاش اي صنف اللازمه في الحياه وتقول لي مفصله سوفت كلوز 3 شهور عند العميل ومفصله عاديه. ما علينا، مش موضوعنا. طيب لما احنا بقى بنتكلم لما احنا بننفذ الشغل بتاعنا على المواصفات اللي احنا بنتكلم بيها دي فعليا في المطبخ بتاعك، بتكون النتيجه ايه؟ بتكون النتيجه مطبخ احنا بندي لك معاه ضمان 10 سنين يعيش معاك 100 سنه. تمام؟ دي وحده من ضمن الشغل بتاعنا. بص يا سيدي، دي وحده مطبخ اهي من ضمن الشغل. احنا بنقول المطبخ يعيش 10 سنين، صح؟ والله يعيش 100 سنه، ده رقم واحد. رقم اتنين، بنقول المطابخ الالمونتال افضل من الخشب، مع اننا بنصنع المطابخ الخشب بالمناسبه. ناس تانية تقول لك لا المطابخ الالمونتال تعبانه، عندك حق، المطبخ الالمونتال تعبان والخشب افضل لو انت لبست في مطبخ معمول بخامات مضروبه، لكن لو انت عملت مطبخ بخامات محترمه زي اللي بنتكلم فيها دي والله افضل من الخشب 1000 مره، مع اننا بنصنع الخشب. عشان ما حدش يقول لك اصل انت بتصنع الالمونيا فبتهاجم الخشب، لا احنا بنصنع ده بنصنع ده بنصنع ده. بس انا بيجي لي عميل اوقات يقول لي ايه، انا عايز المطبخ خشب ومصمم، فبنبدا نشرح له الفرق بين ده وبين ده، ما اقتنعش، انا عايزه خشب من العين دي قبل العين دي، بننفذه له برضه، ما عندناش مشاكل. ده برضه عشان تبقى الناس فاهمه، احنا بننفذ المطابخ الخشب بكل انواعها. طيب المطبخ الالمونتال بقى العموله اللي احنا بنتكلم عنه سعر متر 4650 جنيه وضمانه 10 سنين على المواصفات دي، لان احنا بنحط الخامات الاصليه الثقيله اللي بنتكلم عنها. بتكون النتيجه ايه بقى؟ عندك وحده زي دي، بص كده عشان بس برضه هيتقال لك ايه، اصل الوحده اللي انت عملتها من جوه حاطين دعامات وحاطين خشب، اهي كلها المونيا، بس دي القطاعات الثقيله
بتكون النتيجه ايه بقى؟ لما نعمل كده بص كده، ولا اي مشكله في المطبخ، ما يحصلوش اي مشكله. اتفضل يا باشا، ده وش الظرف اهو. انت لو عملت الكلام دوت في اي شركه، الوش بتاع المطبخ هيتطبق تحت رجلك، هيتطرشم. ليه؟ لان الخامات اللي انت حاططها خفيفه. لا، دي الخامات التقيله اللي احنا بنتكلم عنها، دي الخامات التقيله، فهتبقى دي النتيجه. تعالى كده صور كده من جوه اهو، دي القطاعات التقيله. تمام؟ احنا بنقول 10 سنين ضمان، والله يعيش 100 سنه ولا ينطق معاك. المفصله تفضل تديك نفس الاداء من اول يوم استلمت المطبخ بتاعك فيه لحد ما يعدي على المطبخ عندك 100 سنه. واذا حصل فيها مشكله مش بتاعتك، بتاعتنا. تمام؟ لكن احنا بنوضح للناس ان فعلا في خامات في السوق كتير مضروبه، في فعلا شركات كتير بيطلع يقول لك الكلمتين بتوعنا في الدعايه وما بيسلمهم لكش اصلا، هم خلاص احنا بالنسبه لهم بقينا عقده نفسيه ليهم. والله العظيم دي حقيقه، هو عايز يطلع يقول سعري ويقول نفس الكلام اللي احنا بنقوله، لكن على ارض الواقع هو مش عارف يشتغل بالطريقه دي. احنا ما شاء الله لا قوه الا بالله عندنا اكتر من 3 اماكن والله فعليا بنصنع فيهم دلوقتي، وكل مكان منهم ما شاء الله بيطلع يوميا من 3 ل 4 مطابخ يوميا. اللهم لك الحمد. فاحنا بنقدر دلوقتي نشتري البضاعه بتاعتنا من قلب المصانع، ما بنتعاملش مع تجار دلوقتي، فاصبح بندخل الخامات باسعار اقل كتير جدا. تمام؟ ده بيدينا مساحه ان احنا نطلع خامات نظيفه جدا جدا بسعر مش موجود، فيجي غيرنا ناس اقل مننا في الانتاج، اقل مننا في الجوده بكتير جدا، اقل مننا في السحب. تمام؟ ما عندوش نفس قاره العملاء بتاعتنا، بيعمل له مثلا 5 6 مطابخ في الاسبوع ولا 10 مطابخ في الاسبوع، عايز يطلع يقول نفس الكلمتين بتوعنا، وبيتعامل مع تاجر ما بيجيبش من المستورد، ما بيجيبش من المصنع، بياخد الخامات بسعر غالي شويه. لو اشتغل بالطريقه دي يخسر، فيعمل ايه؟ يروح يجيب لك المفصله المضروبه، يروح يحط لك الفايبر المصري او الصيني، ويقول لك ده السعودي او الاردني. تمام؟ يروح يجيب لك نفس اسم الشركه اللي احنا بنتكلم عنها اللي احنا بنصورها دي، بس يروح يجيب لك فرز ثالث من نفس الشركه، هتلاقي عليها نفس الاستيكر ونفس البادج ونفس الالوان ونفس كل حاجه، لكن هيهات بقى دي خامات ودي خامات تانية خالص. معلش انا طولت على حضراتكم في الفيديو ده، ولكن كنت حابب اشرح كل حاجه بالتفصيل، لان دي كلها حاجات مهمه جدا جدا لازم العميل يعرفها قبل ما ينفذ المطبخ بتاعه، علشان خاطر يبقى فاهم ايه الفرق ما بين شركه محترمه هتدي لك خامات مظبوطه بسعر معقول، وما بين شركه تانية بيبيع لك كلام، وعلى الارض على ارض الواقع بيديك خامات تانية خالص. طيب احنا بنقول دايما للعملاء بتوعنا، الفني بتاعنا لما بيجي لك هيسيب لك عينه من المفصله، هيسيب لك عينه من الكلادنج، هيسيب لك عينه من الفايبر، هيسيب لك عينه من كل حاجه تخص المطبخ هتتساب عندك، لحد ما الفني بتاعنا يجي لك بالفريق العمل اللي هيركب المطبخ البيت عندك. قبل ما يركب انت بنفسك كعميل هتشاور على نقطتين 3 في المطبخ عشوائي يفكهم لك، وتبص على المطبخ بتاعك وعلى الخامات بتاعتك على ارض الواقع، وتشوف الخامات اللي احنا جبناها لك نفس اللي احنا سيبناها ولا في اختلاف. طيب ده بيضمن لك ان انت كعميل هتاخد الحاجه اللي احنا بنتكلم عنها بنسبه 100%. والكلام دوت لو انت مش هتتعامل مع فني الاساس، اتعامل مع اي شركه مفيش مشكله، ولكن لازم تطلب الكلام ده، ولازم تتاكد ان كل الخامات اللي هتجيلك في مطبخك مظبوطه، عشان المطبخ ما يتعبكش بعدين. المطبخ دوت بتحط فيه حاجات اوزانها تقيله، اطباق وحلل ومعرفش وحاجات بتبقى حاجات تقيله على الكلام دوت. تمام؟ فلازم يكون المطبخ عملي جدا، فتح وقفل ليل نهار في الظرف وفي الادراج والكلام ده كله. لازم تبقى خامات كويسه عشان ما يحصلش فيه مشاكل بعدين، عشان ما تقعدش انت بعدين تعاني. المطبخ بشكل عام بخار وميه ورطوبه وسخونيه بل ازرق جوه المطبخ، دي كلها عوامل لازم أن تكون الخامات اللي متنفذ منها المطبخ خامات محترمه ونظيفه جدا، علشان خاطر ما تقعدش تعاني مع المطبخ بتاعك وكل شويه تدخل صنايعي بيتك. احنا بنقول ده من 10 سنين احنا ما بنروحش عند العميل غير مره واحده وقت التركيب، وحينما والله العظيم كل 100 مطبخ لما عميل يشتكي من حاجه ونبعت له حد يعملها. فاهمني؟ احنا والعميل من مصلحته ان انت ما تشوفش الفني الا اليوم اللي هيركب فيه المطبخ، ما تشوفش وشه تاني. تمام؟ فاحنا بندور والله على اننا معلش برضو مش عايزين وجع دماغ من ورا الشغل، فاحنا بنخدم شغلنا كويس جدا جدا، وبنحاول على قد ما نقدر اننا العميل الحاجه اللي ياخدها من عندنا تبقى مريحاه. فاحنا بنقول النهارده سعر المتر 4650 جنيه على اتقل مواصفات موجوده فعليا يا جماعه الخير. طيب في حاجه كمان، احنا عندنا الزاويه في المطبخ، اي جزء عندك فيه زاويه زي كده ما بنقيسش الزاويه مرتين، الزاويه بتتقاس مره واحده. كل الصنايعيه مش هنقول معظمهم، تقريبا كل الصنايعيه بيقيس لك الزاويه مرتين، بيلخبطك فيها. تمام؟
يزود لك فوق 35 سم وتحت 60 سم في كل كورنر عندك، بياخد منك حق حاجه ما عملهاش اصلا، وتيجي تتكلم معاه يقول لك اصل العرف بيقول كده. لا، الكلام ده مش مظبوط. العرف ما قالش ان انت تبقى راجل حرامي. لما تحاسب على العميل على مقاس في الوهم وفي الهوى ما راحلوش اساسا وتقول له اصل العرف بيقول كده، يبقى انت راجل حرامي. فالناس تاخد بالها وتنتبه ان كل دي حاجات الناس اللي بتنفذ مطابق بتقع فيها، ودي كلها حاجات مهمه جدا جدا. معلش انا طولت للمره الثانيه، ولكن حبيت اتكلم في كل حاجه بالتفصيل. وان شاء الله باذن الله ما يخصنا احنا شغالين في كل محافظات مصر ان شاء الله باذن الله، من شرقها لغربها. بنبعت لك الفن لحد البيت عندك بالعينات بتاعتنا بالعقد بتاعنا، بيتعاقد معاك في بيتك. لو انت مش حابب تيجي المصنع عندنا، لو حابب تيجي المصنع عندنا بتنورنا. احنا عندنا 3 اماكن للتصنيع تقدر تشرفنا في اي مكان منهم، وعندنا فرعين معارض ما شاء الله قوه الا بالله برضه فيهم شغلنا تقدر تشرفنا. طب لو انت مكانك بعيد تقدر تطلب معانا، والفن بتاعنا بيجي لك بالعينات وبالعقد وبالتفاصيل كلها وبكارتيله الالوان، وبيطلع لك التصميمات وكل شيء عندك في قلب البيت، وبيتعاقد معاك على المطبخ بتاعك، بيرفع المقاسات ويطلع التصميمات وبيفرجك على المطبخ بتاعك. حتى قبل ما تتفق معاه على اي شيء بتشوف مطبخك خالص، تتحكم في التصميم زي ما انت عايز. بنوصلك لحد البيت وقت التعاقد وقت التركيب. حبيت تجي لنا المصنع او حبيت تجي لنا اي فرع من فروعنا مفيش اي مشكله. وعشان محمد ما يزعلش عمال يطلع الوحده ثانيه، اهو يا سيدي اهو اصل الحوار ده مجنن ناس كتير. موضوع ان نطلع على الوش ده، الموضوع ده مجنن ناس كتير. وكنا مطلعين عربيه نص نقل على مطبخ، فالناس قاعد يقول لك لا ده انت مش عامل المطبخ ده المونيا. لا والله كان المونيا، بس احنا شغالين بخامات تقيله. والله كنا فعلا عاملين مطبخ المونيا اللي طلع عليه العربيه ما كانش جواه اي حاجه، بس احنا عشان بالفعل بننفذ كل الوحدات بتاعتنا بالالمونيا المحمله التقيله، فما شاء الله لا قوه الا بالله بالفعل المطابخ بتستحمل بشكل كبير جدا. وده اللي مجنن الناس كتير. ان شاء الله باذن الله الناس اللي حابه تعمل معاينه هسيب لكم رقم تليفون الباشمهندس هاني على وش الفيديو او فوق الفيديو او تحت الفيديو في التعليقات، تقدر تكلمه تطلب المعاينه بتاعتك. الفني بتاعنا بيكلمك على طول، بيحدد معاك الميعاد وبيجي لك لحد البيت في الوقت اللي يناسبك بالعينات بالعقود بكل التفاصيل. تختار التصميم اللي انت عايزه، بينفذ معاك المطبخ في ميعاده ان شاء الله، بيجي لك لحد البيت تستلمه في بيتك على الخامات اللي احنا بنقولها، وبنضمن لك حقك بنسبه 100%. وان شاء الله باذن الله سعر المتر النهارده عندنا كام؟ 4650 جنيه على المواصفات اللي احنا قلناها، شامل معاينه وطلوع وتركيب وتصميمات في حاله التنفيذ. كل الكلام ده من داخل سعر المتر. الزاويه بتتقاس مره واحده، وهنفضل نقول الكلام ده، وهيفضل كل السوق ورانا بيحاول يقلد. احنا بنقوله بننفذ وغيرنا بيحاول يقلد ويقول نفس الكلام علشان خاطر يقدر يواكب اللي احنا بنعمله. ولكن زي ما قلنا هيهات. يلا سلام عليكم.